من الطفولة. أنا من عمري 6 سنين أنا أشتغل بالخشب، شغلي بلام، بالشتاء أشتغل بلام، يقف شغل الفيترية مال الجيت سكيات. هسه صار عندنا إقبال على الجيت سكيات، بالصيف لا أحول على الجيت سكيات. شغلي سيارات خشب تمشي بالشارع طبعًا، أروح وأجي بيها. بعدين فكرت قلت والله أسوي لي وحدة تمشي بالماي، ما أظل بالشارع، قمت حولت سويت وحدة تمشي بالماي. هاي السيارة أنا سويته رحت سفرة دبي، فبدبي شفته ومعي ولد شخص صديقي معي قال لي ها مبينك راح تسويه، يعرفني يعني من خلي شيب قيولي اسويه. قلت له والله بس ارجع للموصل، بس ارجع العراق، من ارجع للموصل قبل اسويها. أنا بالنسبة لي السيارة من جمعتها كان عندي غراض، يعني عندي غراض، عندي قمشي مثلا، عندي درقة، وأجيب أنا من الخردة وكملت. جبت محرك، أول مرة جبت الخشب، فصلت القالب قلب القاع، بعد القالب جبت فايبر جلاس، صبيت الفايبر جلاس، بعدين قمت أرهم مكان تايا، مكان الستيرن، مكان قمشي، مكان تورباين، مكان الكوبلين. هاي كلها ترهيمات بحيث تدعك عليها، هي شغل شركة ما شغل عادي. الشفت بعد انسانه والبانكا انساها، عملنا له سن طويل. التوربة ينضبط، التوربة ينضبط لك هو والشاف. لو شغلك ما مضبوط ما نجيك ولا الله يرحم والديه. شغلك مضبوط وان شاء الله يعني نجح 100% التوربين. موجود بالدواسر. السيارة؟ أنا بالنسبة لي جيت، أنا كل جمعة أجي هنا، أنا شغلي زوارق وهاي ونستي، أنا كل جمعة أجي هنا على البحيرة. كل جمعة هيئ سيارتي أحضرها وأكملها وأفولها بنزين، بس أجي أتونس. أنا هنا أجي من الثمانينات، يعني من عمري 6 سنين أنا بالماي، يعني من ما تأسس السد، وحياتي قضيتها بالشط. يعني هسه من تقول لي امشي على الشول ما يعجبني، على غير مكان، على ماي أهم شيء، لما ماكو ماي ما أروح. والله هاي الامور انا اشتغلتوها لان تعرف نحن ما ابا عن جد واحد يلحق الاخ، هي سلسله مراحل. يعني هسه انا ابني قاعد اعلمه هو معي نفس الطبيعه مالي، يعني لا سامح الله اني اذا بطلت هو بده يظل يشتغل، او اذا متت هو بده يظل يشتغل، بده يظل حامل اسمي. فانا نفس الحاله، احمل اسم ابوي وابوي حمل اسم جدي هالشكل، فنحن نظل بهاي المهنه.